كان في مرة سلحفة صغيرة اسمها توتة. توتة كانت بتزهق بسرعة من إنها بتمشي بالراحة. كل الحيوانات في الغابة كانوا بيتريقوا عليها ويقولوا لها: يا توتة، انت ماشية زي النملة السقعانة. في يوم من الأيام قررت توتة إنها تغير طريقة مشيتها. شافت أرنب معدي بيجري بسرعة الصاروخ. توتة قالت لنفسها: أنا كمان لازم أكون سريعة زيه. حاولت توتة تجري بأقصى سرعة عندها. رفعت رجليها الصغننة وحاولت تعمل خطوات سريعة، بس بدل ما تجري اتكعبلت ووقعت على ظهرها. بدأت توتة تعيط بصوت عالي. جه الأرنب اللي كان بيجري ووقف جنبها وهو بيضحك. ايه يا توتة، كنت بتسابقيني ولا ايه؟ في اللحظة دي عدى عليهم بومة حكيمة. دي بتكون كبيرة وعارفة كل حاجة. البومة بصت لتوتة وهي على ظهرها وقالت بهدوء: يا توتة، ربنا خلقك عشان تمشي بالراحة، وقوتك مش في السرعة، قوتك في إنك صبورة، ومحدش يقدر يكسر درعك اللي على ظهرك. لو فضلتي مركزة إنك تكوني زي الأرنب هتفضلي طول عمرك واقفة على ظهرك وزعلانة. خليكي انتي وبس. توتة فكرت في الكلام وعرفت إنها كانت غلطانة لما حاولت تقلد حد تاني. شكرت البومة وطلبت من الأرنب يساعدها عشان تقف على رجليها من تاني. العبرة هنا إنك ما تحاوليش تكوني زي أي حد. كل واحد فينا ليه مميزاته وحاجته اللي بيعرف يعملها كويس. لو قعدنا نقلد غيرنا هنضيع وقتنا وهنتعب ومش هننجح. واعرفي إن قوتك في إنك تكوني انت وبس. يا رب تكون القصة دي لمست قلبك.